هولا واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات يوم الجمعه. عارفه ان انتوا واخدين على خاطركم مني شويه، والحقيقه ان في ناس بعتت لي مش مسجز بقى، بعتوا لي يعني كتبوا لي في الكومنتس انت كويسه، انت بقالك شهر ما نزلتيش فيديو تطمنينا عليك. لا تتخيلوا مدى السعاده وانا بقرا الكومنتس. اي نعم انا ما كنتش قادره اقوم اعمل الفيديوز، كنت بمر بشويه ظروف كانت مخلياني فعلا ما عنديش طاقه ابدا ان انا اعمل فيديوز. فيا رب دايما يبقى كلامكم محمس ليا علشان يبقى دافع ليا ان انا اقوم اعمل فيديوز، حتى لو انا حاسه ان انا تعبانه او مرهقه او ما عنديش طاقه، ان انتوا تبقوا الشاحن بتاعي، وان انتوا تبقوا الطاقه اللي بتخليني اقدر ان انا اعمل الفيديوز. الموضوع النهارده شائق ومليء بالتفاصيل، وفي اقاويل كتيره قوي على الموضوع ازاي تبقي كاريزما. واللي اقصده هنا بكاريزما انه في ناس كتيره جدا مجرد ما بتدخل مكان بتحسوا ان الهاله في الاوضه دي اختلف، مش هاله اختلفت، الهاله اللي حواليهم اختلف، فبتحسوا ان الانرجي اللي في المكان او طاقه المكان اختلفت، بتحسوا ان انتوا منساقين، ان انتوا عايزين تقفوا معاهم وتتكلموا معاهم اكتر وانترستد تسمعوا قوي هم بيقولوا ايه. الاشخاص دي هي دي الاشخاص اللي من وجهة نظري اللي هي بتبقى اشخاص كاريزماتيك، هي اشخاص جذابه. الناس دي مش شرط على فكره يكونوا احلى ناس ولا ناجحين، اكتر ناس ناجحه في المكان خالص. الكرايتيريا دي مش هي اللي بتخلي الشخص كاريزماتيك او لا. اكيد ان الشخص يبقى ناجح بيخلينا مهتمين اكتر ان احنا نسمع بيقولوا ايه عشان ننجح زيهم، ولكن مش هم دول الاشخاص اللي انا اعنيهم بان هم كاريزماتيك. انا اعني الشخص اللي هو شخص ممكن يبان من بره شخص عادي جدا ولكن ليه طاقه. السؤال الحقيقي هنا، هل الكاريزما دي حاجه احنا بنتولد بيها، بمعنى ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه؟ انا حد عندي كاريزما والشخص التاني ما عندوش كاريزما، فخلاص دي هبه من عند الله والشخص التاني بقى المفروض ان هو خلاص يقبل بالامر الواقع وخلاص؟ ولا دي حاجه نوعا ما تقدر تكون مهاره نقدر ننميها او حاجه نقدر نشتغل عليها؟ فالنهارده وفي الفيديو ده هنفك شفره الكاريزما وهنتعلم ازاي نبني هذه المهاره، والشفره دي هتتفك من منظور علم النفس. طيب يمنى، هل انت عالمه نفس؟ لا. هل انت صحتك النفسيه خطيره فمن هنا بتكلمينا يعني؟ لا. هل انت لا، ولكن انا شخص قريت كتير جدا في الموضوع، والحمد لله الحمد لله انا من الاشخاص اللي دايما بيتقال لها ان انا شخص كاريزماتيك. انا كاريزماتيك، والكاريزما دي من عند ربنا، ملهاش دعوه بقى لا بنجوميه ولا بفلوس ولا بتاريخ ولا باعمال. زي ما تعودنا في كل الفيديوز ان احنا هنتكلم على الخطوات العمليه اللي نقدر نعملها علشان نقدر ان احنا نطور ده فينا، والخطوات دي مدعومه بنظريات علميه علشان تخلي اي حد يقدر يكون كاريزماتيك من غير ما يكون ده تمثيل. اول سؤال عايزين نساله لنفسنا هو يعني ايه اصلا شخص كاريزماتيك، او يعني ايه كاريزما؟ الكاريزما في علم النفس هي مش سحر ولا وراثه، هي مزيج ما بين 3 حاجات غراب جدا. هي مزيج ما بين الثقه بالنفس وده بديهي، الحضور الذهني ان الشخص حاضر، ذهنه حاضر، والاخيره ستبهرك، والدفء الانساني. الايه يمنى؟ الدفء الانساني اللي هو احنا محتاجينه في فصل الشتاء اللي داخل علينا، خبط الباب برجله ودخل الشتاء، فاحنا محتاجين كثيرا من الدفء الانساني. اوليفيا فوكس كابان في كتاب اسمه The Charisma Myth، يعني اسطوره الكاريزما، مش بتتكلم على محمد رمضان، لا هي بتتكلم على الاسطوره عامه بتاعت الكاريزما. يعني تقول ان الكاريزما مكونه من 3 عناصر اساسيين. رقم 1 البريزنس، وهو حضورك الكامل في اللحظه. رقم 2 الباور، وهو مش ان احنا اشخاص اقوياء، هو احساس الناس اللي حواليك بان انت شخص مؤثر. ورقم 3، وعلى عكس من الناس كلها متخيل ان الشخص الكاريزماتيك ده المفروض انه يبقى شخص بارد وطف وكده، عكس اللي اوليفيا بتقوله. اوليفيا بتقول ان رقم 3 هي الورم او الدفء الانساني، بمعنى دفء مشاعرنا وطريقتنا. وكمان في نظريه تانية عجبتني جدا واسمها تاثير الهاله او ذا هيلو افكت، ان العقل البشري مجرد ما بيشوف صفه واحده فينا عجباه جدا بيفترض تلقائيا ان بقيه الصفات بتاعه البني ادم ده كويسه. بمعنى ان لو شكلك واثق من نفسك وابتسامتك مريحه، الناس تلقائيا هيفترضوا ان انت شخص ذكي، ان انت شخص مرح، ان انت شخص لطيف، ان انت شخص طيب، وان انت شخص اجمل واكثر جاذبيه. وده من اسرار الكاريزما اللي بتبدا من اول انطباع، وهو الهيلو افكت او تاثير الهاله. وفي كمان مفهوم نفسي قريت وسمعت عنه كتير جدا، وهو مارلين مونرو افكت. يعني ايه تاثير مارلين مونرو؟ اللي كانت قادره في اي لحظه انها تتحول من بنت عاديه جدا، وكان مش فاكره اسمها جيمس دين ولا كان اسمها عادي جدا، وهي شخصيه كانت عاديه جدا، لفجاه انها تتحول الى مارلين مونرو من غير ما تغير شكلها ولا لبسها، لكن بتغير نيتها وبتغير طاقتها. وده بيأكد فكره ان الكاريزما هي طاقه بتتعاش مش
مظهر بيتقلد جدا. يعني لو احنا حطينا نفس الميك اب بتاع مارلين مونرو جبنا اكتر واحده شبهها، ده لا يعني على الاطلاق انها هتكون عندها نفس الجاذبيه بتاعتها. طيب ادينا اتكلمنا على شويه نظريات بتتكلم في يعني ايه كاريزما وهي ايه الكاريزما. ليه في ناس عندها كاريزما وفي ناس تحس ان هي عاديه؟ لان الكاريزما مش حاجه موروثه، ولكنها نتيجه وعي داخلي. الناس اللي عندها كاريزما عاده بتكون مرت برحله للتصالح مع الذات، وعاده كمان بيبقوا اشخاص عارفين قيمتهم كويس من غير ما هم يبقوا مضطرين ان هم يثبتوها للاشخاص. وهنا الجزء اللي انا كنت بتكلم فيه في الاول، انه الاشخاص دي عاده لا تبالي برايك اصلا، فده بيخليهم يبدو مرتاحين لان هم مرتاحين في جلدهم زي ما بيقولوا، طبيعيين، وبالتالي بيبقوا ملهمين. لانه اغلبنا بنعاني من الصراعات الداخليه وعدم تقبل الذات فده بيخلينا دايما مش مرتاحين، فبيبقوا ملهمين لينا ان انا عايزه ابقى زي عمو سامح، انا عايزه ابقى زي ده، انا عايزه ابقى مرتاحه مع نفسي. في العكس بقى، في مثل مصري كده بيقول اللي بيعمل ما بيقولش. يعني الشخص الجامد مش مضطر ان هو يقول ان هو جامد. الاشخاص اللي دايما بتحاول انها تثبت نفسها. الكاريزما بتظهر لما بنحس اننا مرتاحين ان احنا نفسنا ووير اوكي، سواء بقى الاشخاص دي شايفه ده او مش شايفاه. خلينا بقى ندخل على الخطوات العمليه، مش كده ولا ايه؟ اول حاجه محتاجين ان احنا نعملها وهو ان احنا نفعل حضورنا. علي حضورك، the power of presence. قبل ما نتكلم ناخد نفس عميق ونفكر فعلا في اللي احنا عايزين نقوله، مش لاننا بنمثل، بس لان احنا عايزين نارتكيوليت بشكل كويس، بمعنى ان احنا عايزين نقول الكلام بشكل كويس. قبل ما نتكلم ناخد نفس عميق ونركز وعينا في اللحظه اللي احنا فيها. ما نبقاش بنفكر في يا ترى هيقولوا علينا ايه، يا ترى مش عارف ايه، يا ترى انا شكلي كويس ولا لا، يا ترى شايفيني ازاي دلوقتي. نركز في اللحظه اللي احنا فيها، لانه اللي قدامنا لما بيحس احنا فعلا بريزنت او ان احنا فعلا موجودين قدامهم، او ان احنا مش سرحانين او دماغنا مشتته في مليون الف فكره. في دراسه في هارفارد بزنس سكول بتؤكد ان الاشخاص اللي بيبقوا حاضرين اثناء الحديث، يعني موجودين في اللحظه واحنا بنتكلم معاهم، بيصنفوا كاكثر ناس جاذبيه. والتمرين العملي ده هو ان احنا قبل ما ندخل مكان او قبل ما ندخل اجتماع ناخد 3 انفاس بطيئه وعميق، ونكرر ده لنفسنا انه انا هنا بالكامل، انا هركز في اللحظه اللي انا فيها، مش هفكر هم مفكرين فيا ايه، مش هفكر في اللي حصل، مش هفكر في اللي ممكن يحصل دلوقتي. رقم 2 وهو the power of intention. عايزين نتعلم بقى من الاستاذه مارلين مونرو. مارلين مونرو كانت واحده من اكثر الاشخاص الجذابه على وجه الارض لحد يومنا هذا، ولكن مارلين مونرو كانت من اكثر الاشخاص اللي عندها شكوك في نفسها واكتئاب، فلم تكن الشخص الواثق من نفسه 100%، وكانت بتحس بالوحده وكانت بتمر باوقات كتير صعبه. لكن المدهش في الموضوع انها كانت قادره على التحكم في طاقتها بشكل مذهل. الناس اللي كانوا يعرفوها بشكل شخصي كانوا بيقولوا انها دايما قادره انها تقدر تحول نفسها في ثانيه. بنت عاديه جدا ماشيه في الشارع محدش واخد باله منها اصلا، مارلين مونرو اللي كل الناس بتبص عليها، مش عشان هي غيرت لبسها ولا عشان غيرت شكلها ولا عشان لحقت تحط الليب كومبو الخطير، لكن لانها غيرت طاقتها زي ما قلنا. كانت نوعا ما بتفعل نسخه منها، النسخه الكاريزماتيك منها، بمجرد ما تقرر انها تبان انها مرتاحه مع نفسها، حتى لو جواها لسه خايفه على فكره. وده الدرس الحقيقي اللي احنا عايزين نتعلمه منها، ان الكاريزما مش معناها ان انا اكون واثقه 100% من نفسي وما عنديش اي سيلف داوت او ما بشكش في نفسي ولا في قدراتي ولا في اي حاجه، وان انا اكون اوريدي تصالحت مع ده 100% عشان بعد كده اقدر ابقى كاريزماتيك. لا، انت تقدري تعملي ده وانت بتحاربي هذه المعركه. الكاريزما هي ان انت تعرفي تديري طاقتك رغم خوفك، ودي اكتر حاجه انا بعرف اعملها. كل اللي بيشوفني من بره بيتخيل ان انا شخص متصالح تماما مع ذاته، لا اكترث لاراء الاخرين، ما كده اصلا واثقه من نفسي بشكل غير طبيعي، وما يعرفوش البلاوي السوداء اللي بتدور في ذهني. anyway، التمرين العملي ده قبل ما ندخل اي مكان هنسال نفسنا عايز الناس اللي في المكان ده يحسوا بايه مني النهارده؟ دفء، قوه، هدوء. مش شرط ان انا دايما ابقى داخله بنفس الطاقه. تاخدي نفس عميق وهتقرري الحاله دي، وصدقيني جسمك وتصرفاتك ونبره صوتك وكل حاجه والفولو يعني هينفذوا الطاقه اللي انت بتأمري نفسك بيها. بس المهم بس تسكتي دماغك اللي هتقعد تقول لك انت كده يعني عملتي فعلتي الطاقه. مش خالص، اللي مش خالص. انا اقول لك تعمل ايه، انت ما تقوليش انا هعمل ايه، بس عقلنا ايه بيسوحنا. رقم 3، استخدمي التواصل البصري لان ده مهم جدا. الاي كونتاكت، الابتسامه الهاديه، نظره العين او التواصل البصري بيخلق رابط ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك. السر مش في ان انا افضل عامله كده، لا، مش في ان انا افضل بحلق لهم، لا، السر في النيه ورا النظره. كلام كبير. النية لازم تكون مبنية على الجزء اللي احنا قلناه رقم 1 وهو البريزنس، ان انا موجودة ومهتمة بالكلام اللي الشخص اللي قدامي بيقوله، انا بأنصت للكلام اللي الشخص اللي قدامي بيقوله. النية لازم تكون انا شايفاكي ومهتمة بكلامك او شايفاك ومهتمة بالكلام اللي انت بتقوله. والابتسامة الهادية هي اقوى صدقيني من اي ميك اب ولا ليب كومبو ولا اي حاجة. التمرين العملي هنا وهو ان احنا لما هنيجي نتكلم مع اشخاص هنبص لهم في عينيهم. لو انا عندي ما بعرفش ان انا ابص لشخص على طول في عينه، نعمل حاجة، هنبص لأقرب نقطة جنب عين الشخص
وهنبص لها، هنبقى بنبص هنا 3 ثواني وفي عينه شخصيا 3 ثواني، بصي في الارض وبعدين ترجعي تبصي للشخص، بصي في الارض 3 ثواني وبعدين ترجعي تبصي لعينيه. بلاش نبحلق، that's not the point. ولكن انا عارفه لانه انا برضو شخص ممكن ما يبقاش سهل عليه اي كونتاكت، ولكن عن ممارسه يعني. رقم 4 وهو ان انت تظهري قوه هاديه. الكاريزما مش صوت عالي ولا طاقه زياده وهايبره، هدوء واثق. الناس اللي عندهم كاريزما مش بيخافوا من الصمت، مش بيبقوا حاسين ان هم محتاجين يملوا الفراغ بتاع الصمت ده باي كلام فارغ وخلاص. بيتكلموا ببطء، بيتكلموا بنبره هاديه وثابته، بسبب ان هم بيبقى فيه نوعا ما اي كونتاكت وبيبقى فيه كلام ليه معنى وكده، فالاشخاص اللي حواليهم بيحسوا برابط ما بينهم وما بين الشخص ده، بيخلي الناس اللي حوالينا بتحس بالامان واوتوماتيكلي بالانجذاب نحونا، لان كل الناس عايزاه هي تحس ان هي مسموعه ومتشافه وبتحس بالامان. لما نيجي نتكلم نحاول نبعد عن فكره ان احنا بنتكلم بسرعه، خدي وقتك وانتي بتقولي الكلام. لو حصل صمت في النص احنا مش محتاجين ان احنا نملى الصمت ده، عادي. لما بنبقى قليلين الكلام او بنقول الكلام بشكل تريث كده، ده بيدي فرصه للي قدامنا ان هم يحسوا ان هم عايزين يسمعوا الكلام اللي احنا بنقوله، يبقوا متشوقين اكتر اصلا ان هم يسمعوا احنا بنقول ايه. مش فاكره احنا وصلنا الرقم كام دلوقتي، بس النقطه اللي بعد كده بتقول ان احنا ما نبقاش سلبيين. محدش عايز يقعد حوالين حد دايما بيشتكي ودايما بيقول كلام سلبي صراحه يعني. مش شرط ان احنا نبقى اشخاص ايجابيين، التوكسيك بوزيتيفيتي بتاعت الدنيا حلوه واحنا حلوين لا. بس اللي انا اقصده انه مش من اول ما نقعد مع شخص ونقعد نشتكي له ونقول له ظروف حياتنا وده اسكت انا مش عارف ايه ده. خالتي محدش عايز يقعد مع حد يقعد يقول الكلام ده. لما بنبقى اشخاص مريحه مش بنشتكي على طول، بالعكس بننصت للي قدامنا وكل الكلام ده، الناس بتحس انها عايز تقعد معانا. اما الشخص اللي طول النهار بيشتكي محدش الحقيقه ان هو عايز يفضل قاعد معاه. النقطه بعد كده ان هي لازم تعلم نكومبلمنت الناس بصدق، يعني نقول للناس كلام حلو. بس كلام حلو انا ما اقصدش هنا ان احنا نبقى بنمثل، انا اقصد هنا انه بجد كلام نبقى نقصده. اي شخص احنا بنقابله، اي شخص احنا نعرفه، اكيد فيه صفات حلوه، اكيد في مرات بيبقى لابسين حلو، بيبقوا بيقولوا نظريات كويسه، اكيد يا ست طالما احنا قاعدين مع الاشخاص دي يبقى اكيد في حاجه شدانا للاشخاص دي، نقدر ان احنا نقول لهم اي حاجه عجبانا فيهم بس بصدق. انا ما بقولش ان احنا نقول حاجه مش حقيقيه. كل الناس بلا استثناء عايزين يحسوا ان هم متشافين، ان هم متقدرين، ان هم فيهم حاجات مميزه، شكلهم، الافرت اللي بيبذلوه، طريقه تفكيرهم، طريقه تصالحهم مع الامور، طريقه تساهلهم مع الحاجات، اكيد في حاجه يستحقوا ان هم يبقوا كومبلمنتد اون. لما بنكومبلمنت حد بنميزه بنبروزه، دي حاجه عمر ما الشخص هينساها، وعقلهم دايما بيربط ان انا ببقى مبسوطه لما ببقى مع الشخص ده، انا دايما عايزه احس الاحساس اللي انا بالانبساط ده، بيبقوا دايما عايزين يقضوا وقت معاكم. محتاجه يعني. النقطه اللي بعد كده وهو ان احنا نسمع اكتر ما نتكلم. الموضوع مش بس ان احنا نبقى بنقول حاجات مفيده، ولا ان احنا نبقى بنتكلم بطريقه الناس حابه انها تستفيد من كلامنا او كلامنا عميق او كده. كل الناس زي ما قلنا عايزين يبقوا مميزين، كل الناس عايزه تحس انها متشافه ومسموعه، كل الناس عايزه تتسمع، كل الناس عايزه حد يقدرها ويميزها، حتى لو ما فيش حاجه هم بيقولوها ذات قيمه قوي، يعني ان انا موجوده بس مع الشخص ده اكتر ما انا بتكلم. اخيرا وليس اخيرا، اياكم ثم اياكم ثم اياكم ثم اياكم من النميمه. الاشخاص الكاريزماتيك ما عندهمش وقت يضيعوه في ان هم ينموا على اشخاص تانية، ما تتكلموش على ناس تانية وانتوا قاعدين. اخيرا وليس اخيرا، الكاريزما مش ان احنا نبهر اللي حوالينا، ان احنا نخليهم لما نخش اوضه كل الناس تغمى عليها من ان هم شايفيننا. الكاريزما هي ان انا وجودي مؤثر، وجودي بيخلي الاشخاص اللي حواليا عندهم احساس حلو تجاه الحياه وتجاه انفسهم وبالتالي تجاهي. الكاريزما هي التوازن ما بين القوه، الهدوء، راحه مع النفس، والدفء الانساني. من الاخر يعني هو ان احنا نبقى اشخاص عندنا الراحه مع نفسنا، ان احنا مش حاسين ان احنا محتاجين نبهر اللي حوالينا، اللي هو انا مركزه على النهارده بس، انا مركزه على نفسي ومش هتكلم عن اللي حواليا، ولكن انا لو قاعده مع شخص فانا هركز في اللحظه اللي انا فيها وبسمع وبأنصت للشخص ده. دايما النهارده ان انت تنفذي الخطوات دي واحده واحده، خطوات بسيطه، وهتلاحظوا ان اغلبيه الخطوات دي اصلا على ازاي نعامل الاخرين وليس تغيير داخلي من جوانا. الحاجه الوحيده هي طاقتنا وتركيزنا في وجودنا في اللحظه. ابدأي ركزي ان انت تنفذي الخطوات دي واحده واحده، فان نو تايم تلاقي البنات بتبدأ تسألك السؤال اللي كلنا بنحب نتسأله، وهو انت عامله ايه مختلف في نفسك، انت فيكي حاجه متغيره. ساعتها هتصدقي بجد انت بقيتي شخص كاريزماتيك بجد، مش بنمثل وخلاص. يا رب يكون عجبكم الفيديو، لان ده فيديو الرجوع نوعا ما بعد الاعتزال لمده شهر. رب يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله يا رب اعمل لكم فيديوهات تانية اقوى واحسن. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكومنت، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تعرفوا لما انزل فيديو جديد، وانا I promise ان انا هنزل فيديوهات اكتر ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم الجمعه اللي جايه.